شايف الراجل اللي قدامك ده؟ الراجل ده عاش أسوأ تجربة في حياته. فعلا القصة دي فيها حاجات غريبة جدا. تعالى كده نسمع القصة. السلام عليكم. في الفترة الأخيرة انتشرت صور كتير للراجل ده، فخليني أقول لك إن قصته فعلا محتاجة لها قعدة رايقة، وإن شاء الله يكون الفيديو ممتع، وما تنساش الإكسبلور. ويلا بينا. قصتنا بتدور سنة 2013 لشخص اسمه هاريسون اوكن. الراجل ده شغال طباخ، وبالتحديد على السفن والمراكب. ففي يوم جاله شغل على سفينة جر ان هو يطلع معاهم كذا يوم ويطبخ لهم، وفعلا وافق وجهز شنطته وراح معاهم. مرت الايام وكان هاريسون شغال كويس، يقوم الصبح يعمل الفطار قبل ما البحارة يصحوا، وبعدين يفضل قاعد لحد ما يجي ميعاد الغدا ويعمل لهم الغدا، وبرضه يجهز لهم العشاء، وهكذا كل يوم. ففي يوم البحارة خلصوا شغل وتعشوا، وكل واحد دخل الأوضة بتاعته ونام. هاريسون صحي الساعة 4 علشان يجهز الفطار، دخل المطبخ وقفل الباب وراه، ولسه هيعمل الأكل لقى السفينة اتقلبت. ومفيش 5 دقايق وبدأت عاصفة قوية جدا. الأمواج كانت شديدة، خلت المية تدخل في السفينة بسرعة، وده خلى السفينة تنزل لقاع المحيط. السفينة نزلت 30 متر. انت متخيل 30 متر تحت المية؟ هاريسون جري من الحمام وفضل يدور على مكان ما فيهوش مية، ولقى منطقة في آخر السفينة ما كانتش المية غرقتها كلها. دخل الغرفة دي وفضل يصرخ بأعلى صوت عنده علشان حد يسمعه، ولكن محدش رد عليه، لأن طاقم السفينة كله مات. كل اللي كان سمعه أصوات أسماك القرش وهي عمالة تخبط في السفينة. ولكن مش دي المشكلة. المشكلة إنه هيفضل كده لحد إمتى؟ لازم حد يخرجه في أقرب وقت. هتقول له طب ما هو ممكن يعوم بره السفينة ويطلع. أنت كده بتقول له انتحر. وعلشان كده فضل في مكانه محافظ على هدوءه وطاقته، وبرضه عشان غاز الأكسجين مش كتير، وممكن غاز ثاني أكسيد الكربون يموته. مرت الليلة الأولى بصعوبة جدا، والليلة الثانية والليلة الثالثة. فضل 3 أيام في سفينة مقلوبة تحت البحر على عمق 30 متر لوحده. تقول لي طب هو كان بياكل منين؟ لحسن حظه ان المكان اللي كان فيه لقى فيه ازايز بيبس، فكان بيشرب منها، يعني ياخد شويه سكر وطاقه. وكان بينام على ترابيزه مرتفعه شويه عن الميه، وده علشان يحافظ على حراره جسمه وما يموتش من البرد. بعد الشر يعني لو حد مكانه مفيش امل، احتماليه النجاه 0. يعني لو مش هيموت من الجوع هيموت من البرد، ولو مش هيموت من البرد والجوع هيموت مخنوق. ولكن سبحان الله، المسؤولين وكلوا فرقه انقاذ علشان يطلعوا الجثث من تحت البحر، وبالفعل بدا رجال الانقاذ ينزلوا وطلعوا حوالي 4 جثث. وهم موجودين هاريسون سمع صوتهم وشاف فيه نور بره، فبدا ان هو يصرخ بصوت عالي. فرقه الانقاذ سمعت الصوت استغربوا، احنا جايين نطلع جثث، الصوت ده جاي منين؟ وفضلوا فعلا ماشيين ورا الصوت وهم مرعوبين، لحد ما واحد من الغواصين شاف ايد هاريسون وهي بتتحرك. الراجل اتصدم على طول، دخل المكان اللي كان فيه هاريسون، وكان الراجل مرعوب، ونادى اصحابه الغواصين، وكانوا كلهم في حاله فزع واستغراب. ازاي قدر يعيش 3 ايام في الظروف دي؟ جهزوه وراحوا جايين مخرجينه على طول. ومن بعدها قرر هاريسون ان هو يسيب مهنة الطبخ ويشتغل غواص، وانضم فعلا للفرقة دي واشتغل معاهم. القصة دي فيها عبرة وفيها حاجات كتير. استنوا الفيديو الجاي وبس كده.